يؤسس مجلس باسم مجلس الصلح والسلام التركماني في غازي عنتاب، وهو هيئة اجتماعية مستقلة تعني بإصلاح ذات البين وتعزيز وحدة المجتمع التركماني. يهدف المجلس إلى حل النزاعات العائلية والعشائرية بالطرق الودية، تعزيز السلم الأهلي ونبذ الخلافات، ترسيخ قيم الأخوة والتسامح بين أبناء المجتمع، حماية العادات والتقاليد الإيجابية، التعاون مع الجهات الرسمية بما لا يخالف القوانين. يتكون المجلس من رئيس مجلس محمد فاروق حنان، نائب الرئيس أحمد رشيد وأحمد غازي حماد، نجدة موشان، محمد مصطفى، أستاذ محمد هو مدير مدرسة نجدة الشمس سابقا، الأستاذ طلعت كهية، حسين حنان أبو شريف، صالح رشيد الشيخ رشيد، أنور محمد داردلي خاص، أمين حاجي، أحمد قاسم، عبد الحكيم بزمرة برار خراشنوز. لجنة الصلح ذلك محمد طالب أبو عرفان زلفتان بوضم أبو عرفان، باكير حمزة أوضة زلفتان، ياسر أبو عارف رعدان يعني بزمرة برضه أورنر سوري، عبد الله أبو سليمان، نور الدين محمود أبو خليل مفروضا. burada buna dediler ki müsteşar قانوني استشارة olmamız lazım يعني. صوت التركمان هنا بنفسه بكلمته بهويته.